يا اهلا بالحبايب، قبل ما ابدا الفيلم عايزك تعمل لايك واشتراك للقناه، ويلا بينا بنشوف المنجايه دي وهي بتبدا السباق. وفعلا السباق بيبدا وبتقول لهم انا جامده قوي، وبنلاقي واحد بيقبض حق السباق وان هو عمل كده علشان يطلع التاني، وبيخلي واحده اسمها ميجان هنشوفها بعد شويه اللي هي تطلع قبليه والاولاني، وبياخد الفلوس على كده وبيقول له شكرا ليك على اللي انت عملت كده. ودي ميجان اللي كنا بنتكلم عليها، وبتقول له انت المفروض تهرب دلوقتي من عربيه البوليس اللي جايه دي، ولازم اللي انا وانت نهرب منها اوام اوام. بس ميجان بتقول له كويس قوي، قال انا كنت عارف اسابقك لكن انت مش خليتنيش اعرف اسابقك، المهم هاتي فلوس الباقي وانا همشي من هنا. قالت له مفيش باقي، وخلي بالك من عربيه البوليس اللي جايه هناك دي علشان باين كده مش هتعرف تهرب منها. وبياخد العربيه وبتمشي. دي اسمها جاكسون، وبتكون محققه، بس محققه دماغها عاليه حبتين ثلاثه اربعه، وبتكون بتفكر ازاي تجيب المخدرات اللي هي كانت بتهرب، مخدرات وادويه غير مشروعه بتيجي من السوق السوداء وبتبقى في جنوب البلد، ان هم يعني بتدخل من مدينه تكساس عن طريق المكسيك. وبيحاول المحقق ده يقول لها لازم نلاقي طريقه علشان نوقف التجاره دي باي حل، لان اقتصاد البلد كده هيبوظ في جميع النواحي، ادويه، دولارات، مخدرات، كل حاجه هتخرب البلد دي. وبتحاول اللي هي تعرف هي بتدخل عن طريق ايه او مين بيدخلها، وبيطلع اللي بيدخلها واحد اسمه ماكسيمان. وماكسيمان ده من كبار اللي عايشين في سان فرانسيسكو، لازم نوقعه في شر اعماله، معرفش ازاي، ومفروض ان انا اعتمد عليك انت، وانت مش دماغك في اي حاجه. بتقول له خلاص سيبني عليه وانا هعرف افتش واعرف اجيب اي حاجه. دي بقى ميجان وهي كمان بتبقى شغاله في استوديو كده او في كرفان، وبتحاول تجهز، وبتلاقي الراجل اللي عملت معاه سباق وبتحاول تتدارى وتمشي بعيد عنه علشان ما تدخلش معاه في اي مشاكل ولا حوارات، وبتكون تدور على اي حاجه تاكلها، لكن الراجل بيفضل وراها ويفضلها في كل حته هي تروح. اما ده قائد الاعلان، وبيسلم على ميغان وبيقول لها عامله ايه انت حلوه ليه كده يا كلارك، وبيقول لها كلارك ما اعرفش ليه، فاحنا هنمشيها كلارك معاه. وبيقول لها انت رايحه فين، قالت له خلاص انا خلصت شغل. وبتقف مع الحاج ده وبتقول له على فكره العربيه دي بايظه، لازم ان انت تعدل الموتور لان الموتور هنا مش هيشيل قوه البنزين. وبتفضل تتكلم في حبه حاجات، وبتقول له خلي بالك الفرامل مفلته قوي، لازم ان انت تعدلها، مش كل شويه هفضل اعدل على شغل. قال لها ده انا كنت مربيكي زمان على حب العربيات وحب الميكانيكا والحوارات دي، دلوقتي انت جايه تعلمين. بتقول له عادي اعلمك يعني ما فيهاش مشكله يعني، في ايه مالك مكبر حكايه ليه. قال لها خلاص عايز اللي تعمليه اعمليه. قالت له خلي بالك انا ورايا دلوقتي موعد وهروح اشوف واحد كده وعايز اتعرف عليه. وفعلا بتروح للمعلم ده، بتقول له انت عامل ايه، كنت فين ورايح فين وجاي منين. قال لها خلي بالك دلوقتي الدنيا صعبت قوي، خد الادويه هي اللي انا بخربها لك. وبتدي له فلوس، وبتقول له ايه بقى في ايه. قال لها خلي بالك دي اخر مره اللي انا هديك الادويه دي، لان الدنيا دلوقتي بقت العيون فاتحه علينا شويه، لازم اللي احنا نختفي كام يوم كده. قال لها انت مش شايفه ولا واخده بالك ايه اللي بيحصل في البلد. قالت له خلاص خد الفلوس وانا غلطان اللي هعتمد عليك في اي حاجه تانية، انا عايز ادويه تانية علشان اخويا. قال لها الادويه ده صعب جدا ان انا اديهولك ولا اعديه تاني، خلي بالك الحكومه كثفت كل نشاطها في الجنوب، يعني صعب جدا ان احنا ندخل الادويه او الدولارات او المخدرات عن طريق المكسيك لهنا، انت فاهماني. فانا هحاول كده اشوف طريقه ويدي العروسه دي لاخوك يلعب بيها شويه. بتقول له ماشي عادي يعني. قال لها بس في حاجه تانية عايزاها. قالت له لا لما تدخلها بقى تبقى كويس يعني معايا بدل المقابله الناشفه اللي انت بتقابلني بيها. وبنعرف اقول اللي هم الاثنين كانوا معجبين ببعض، واللي هم معجبين ببعض مش كانوا يعني، بس في حبه حوارات يعني موقفه الحوارات دي كلها. بيقول لها بقول لك ايه. قالت له خلاص بقى فكك مني. نلاقي جاكسون بتعدي بالطيارات وبتحاول تفتش في الطيارات دي، وبتقابل الراجل العبيط ده وبيقول لها ايه ده انت بتعملي ايه هنا. وده بيبقى السكرتير بتاع الطيارات. بتقول له خلي بالك انا حكومه وبوليس. قال لها ما ينفعش اللي انت متواجده هنا لان دي يعني منطقه لكبار المدينه اللي هنا. قالت له على فكره انا عندي هيئه قضائيه لن ادخل في اي حته وعادي جدا حبيبي، في مخدرات بتتهرب هنا لازم اعرف مين اللي بيهربها. قال لها خلاص خدي راحتك وانا ماليش دعوه بيكي. قالت له ايوه امشي انت من الموضوع وانا هلاقي اي حل، بدل ما ايه ادخلك كلها وهخليك انت تلبس القضيه كلها مخدرات بقى وسلاح وعلى كيف. وبيمشي ويسيبها. من ده الممرضه دي بيتكلم المعلمه دي بتقول لها اخوك بقى عايش في حاله خطيره جدا، لازم تلاقي اي حل ليه لان الادويه دي مش هتنفع معاه تاني. وبتطلب منها اللي هي تجيب ادويه اعلى من دي بكتير. وبعد كده بتروح لحبيبها وبتقول له لازم اللي انا الاقي ادويه اكتر من دي بكتير. وبتلاقي اللي هو بعت لها دواء واحد علبه دواء واحده، وبيقول لها مفيش ادويه تانية غير لما تدفعي عن طريق القانون، يعني اي صيدليه تدفعي هتلاقي الدواء متوفر، غير كده مش هتلاقي. قالت له ليه؟ قال لها عشان هم مكثفين الحراسه ناحيه الجنوب وما ينفعش ان احنا نخترق الحدود دي، لان لو اخترقنا السيد الكبير هيبهدلنا انت. الحقيقه بتقول طب ما نهربها احنا. قال لها نعم يا اختي انت قلتي ايه؟ بتقول له نهربها احنا. قالت له تعالى معايا وهقول لك ازاي. قال لها ازاي ايه انت مش فاهم انت بتعملي ايه، انت عايزه تهربي مخدرات ودولارات واسلحه وحوارات كتيره عن طريق الجنوب مع ماكسيمان. وبتروح تتفق مع الاثنين دول وبيبداوا يتكلموا معاهم وبتعرض عليهم العرض ده.
بدأت تتفق معاهم انها عايزه تهرب الادويه بتاعت اخوها عن طريق جنوب المكسيك. قال لها ازاي؟ دي الحكومه واقفه هناك، ده احنا اذا كان من نمشي بالموتوسيكلات ولا بالعربيات بيوقفونا هناك، عايزه تهربي منهم حاجه ازاي وهتعدي؟ قالت له احنا ممكن نعديها بطريقتنا احنا. قال لها تمام معاك. انت فهمت هي عايزه تعمل ايه؟ قال لها اه عايزه تعديها بالطريق السريع، والطريق ده عايز مكنه صاروخيه. قال له بس يبقى احنا عندنا عربيه وعندنا المكنه، فاضل ايه تاني؟ قال لها فاضل ايه؟ اللي احنا نعدل الخطه. وبتفضل تضحك كده، وبعد كده بنلاقي جاكسون بتلف في المحلات علشان تدور على مين اللي بيعمل الحوارات دي ومين اللي بيفلت الحوارات دي. والظابط بيقول لها لازم تلاقيهم. على فكره هم بيخططوا لتخطيط كبير، لان السيد ماكسيمان مرتاح في سان فرانسيسكو ومش بيعمل اي حاجه. انا هموت واعرف مين السيد ماكسيمان ده اللي عامل المشاكل ده، ويا ريتني يكون نطقها صح. وبتقول له لازم تلاقي حل. قال لها كده كده هنلاقي حل، سهله يعني. بعد كده هي بتمشي بعدين كده حبه ثلاثه، وبتقول له خلي بالك في حوار كبير جدا بيحصل قدامي انا مش فاهماه، بس هنلاقي حوار. على فكره انا لقيت علب كتير وكراتين. بنلاقي بقى الاخت دي اللي هي اسمها كلارك، وفي روايه اخرى اسمها ميغان، وفي روايه اخرى اسمها لانا. انا مش عارف، انتوا اختاروا اسم ونكمل فيه. قاعده بتنادى باسماء وبتقول له عامل ايه والاخبار. بيقول لها الحمد لله يا ملبن، عايزه ايه؟ بتقول له احنا لازم نلاقي حل دلوقتي وانا عارف الحل فين وهنلاقيه ازاي. قال لها يعني ايه؟ قالت له اطلع من الكرفان هات الخريطه. بيدي له الخريطه. بتقول له احنا هنمشي عن الطريق السريع، هنهرب الحاجات مش من الجنوب، هنهربه من الطريق السريع اللي هو الفرعي اللي بيبقى في الجبال، ومن على القطر هنمشي مع القطر بعد كده، وبعد كده هندخل النفق، هنطلع في النفق هنخرج بره المدينه كلها، وكده بندخل كل حاجه بمنتهى السهوله ومفيش اي حد هيقدر يقبض علينا. فهمت الخطه ولا اعيدها لك تاني؟ الله يخرب بيت دماغك، انت ايه التفكير ده كله؟ وانت فاكره هتعمليها من غير عربيه؟ قلت له العربيه عندي والموتوسيكل عندي وعندي كل حاجه، فاضل بس الرجاله وفاضل كمان عيونك معايا. وقال لها طب بقول لك ايه؟ قالت له قول. قالت لها فاضل حاجه تانية؟ قال لها اه. قالت له اعمل لايك واشتراك في القناه مني ليك هديه. قال لها خلاص هنعملها وسهله جدا. قالت له في حاجه تانية؟ قال لها ايه؟ قال لها لازم ان انت تكون ساند معايا ولازم تكون واقف معايا. بتوريه العربيه وبتقول له العربيه اهي تشيل اطناب، وفعلا بتبدا الخطه، وفعلا بتعرف تعدي المخدرات بمنتهى السهوله. وبتكون واقفه في العربيه حبه، بيجي الراجل بيقول لها الكبير بتاعنا عايز يشوفك، يلا روحي شوفيه. وبعد كده بتنزل وبتلاقي السيد ماكسيمان بنفسه بقى، هو ده الراجل اللي عامل قلق في الفيلم كله. وبيقول لها اه فتاة الريف، بحب قوي الفتيات الريف دول غير الفتيات اللي موجودين بره، اصل انا مزاجي بحب قوي الحاجات الغريبه الجديده دي. وبنعرف ان الراجل بدا اللي هو عايز يعمل معاه حاجات زي ما احنا فاهمين يعني، مش هتكلم كتير. وبيقول لها لازم بقى تهربي التشكيله اللي جايه، بس قبل ما تهربيها في عرض لازم اعرضه ليك. قالت له ايه؟ قال لها كده كده انت هتكون معايا، بس مش في التهريب، هتكوني معايا في حاجه تانية خالص. وبتبص له كده بتقول له لا الحاجه اللي في دماغك دي عمرها ما هتحصل، انا عندي اخ وعايز اخد فلوس. قال لها خلاص خدي فلوسك، وهتبقى في عمليه تهريب تانية ما بيننا احنا الاثنين، ولازم تكوني جاهزه لها، وقبل اي حاجه هاخد منك برضو اللي انا عايزه. كده كده مفيش حد يقول السيد ماكسيمان لا. السيد ماكسيمان قال له لا لا. بتروح بعد كده بتبقى واقفه بره، وبتلاقي الضابط بتاعتها جونسون لها عربية محترمة، انت ايه دي بتعملي بيها ايه كل ده؟ بس ماشي، بس هتحتاج بنزين كتير. قالت لها خلي بالك انا شرطية خلي بالك. قالت لها وهي بتتعرف عليها وهي بتكون مش دريانة انها ممكن تعمل اي حاجة يعني، لانها كانت واقفة بريئة يعني. وبتقول لها وانت ايه اللي جابك هنا او انت بتعملي ايه هنا؟ قالت لها جاية هنا في شغل، لان في عملية تهريبات كتيرة بتحصل دلوقتي الايام دي وهوقفها كده كده. وبتقول لها خلي بالك البنزين هناك بيتاخد، انت بتعرفيش البنزين غالي ولا ايه؟ قالت له عارفة. قالت لها خلاص يبقى حاولي ان انت تقرضي شوية على فلوسك، انت مش عارفة ولا عايشة معانا ولا ايه؟ وبعد كده بتاخد بعضيها وبتروح لحبيبها وبتفضل تتكلم شويه مع حبيبها. وبيقول لها ايه اللي حصل؟ بتقول لها انا لقيت شرطيه كده على اول الشارع وباين كده ان احنا عندنا مراقبات كتير. وبتقول انا فرحانه قوي ان انا عملت اول عمليه وعايز اعمل العمليه الثانيه، بس الراجل غريب قوي، الراجل عايز تفكيرات غريبه. قال لها طالما حطك في دماغه يبقى هيعمل اللي هو عايز يعمله، وبيسيبها وبيمشي. لكن هي بتفضل تناديله بتقول له خد طيب في ايه؟ قال لها خلي بالك انا بحبك واحنا الاثنين معجبين ببعض، الراجل ده طالما حطك في دماغك يا اما هتعملي اللي هو عايزه يا اما هيخلص عليكي وهيخلص على اللي حواليكي. لازم نعمل خطه كبديل حل، بدل ما نقوم وننام نلاقي نفسنا اللي احنا كلنا طلعنا على اللوبي. قالت له ما تخافش انا معاك، ولازم نعمل عمليه التهريب الثانيه وبعد كده هنسيب كل حاجه. بنلاقي جاكسون بعد كده بتحاول تلف مع الراجل ده لان هو بيبقى من رجال الماكسيما، وبتحاول تاخد على قد عقله، ويا ريتها ما اخدت على قد عقله لان الاتنين بيعملوا دماغ وبيبداوا يهرتلوا باي حوارات.
بيقول لها خلي بالك الراجل دلوقتي معتمد على واحده هنا وبيقولوا عليها الريف. قالت له واحده اسمها ايه بقى الواحده دي كده يا معلم؟ قال لها اسمها كلارك، في روايه اخرى ميجان، في روايه اخرى مش عارف مين، بس هو معتمد عليها وهي بتعرف تنقل له حاجته كلها من الطريق السريع. يعني لو عرفت تتحكمه الطريق السريع هتاخده كل حاجه. وبيكون الراجل عامل دماغ وهي وقعته في شر اعماله وعرفت كل حاجه هي عايزاها حرفيا. بتقول له شكرا ليك على التعاون اللي بيننا ده والقاك في تعاون قادم مره اخرى. بعد كده بنلاقي ميجان اللي هي بتنفض الكرفان وبتمسح الكرفان لان هيعملوا الاعلان وهيخلصوا خالص من الاعلان. لكن بعد كده بتلاقي حبه فلوس بتحاول اللي هي تاخدها كده من جيبها وبتقول كويس فلوس اجيب بيهم الدواء من الصيدليه عشان طريقه يعني مشروعه علشان ابنها دلوقتي محتاج اي دواء. لا هو اخوها مش ابنها. بعد كده بتاخد البتاعه وبتمشي عادي وكأن في اي حاجه. لكن الراجل بيرخم عليها وبيقول لها خدي هنا يا حراميه انت بتسرقي كل حاجتي ولا ايه؟ بتقول انا ماليش دعوه. وبيحاول اللي هو يعمل زعيق للكرفان وكله بيتدخل. فبيجي المعلم بيقول له انا هدخل افتش حاجتك، لو هي سرقت حاجه كل حاجه هتترد لك ماشي، لكن مش عايزين اي قلق ولا عايز اي حوارات. وبيطلع هدومه كلها بره وحرفيا مش بيلاقي اي حاجه. وبيقول له انت على فكره عملت لنا اي وجع دماغ وخلاص، فلوسك هنا لكن كان متداريه، انت جاي هنا تعمل حوارات. وبيطلع فلوسه وفعلا ما بيلاقيش اي حاجه. وبيقول له دي اخرتها اهو، ظلمتنا وجعت لنا دماغنا معاه. وبيكونوا بيراقبوا الموقف بدل ما حاجه تجرى او حاجه تحصل وهما بيكونوا مش واخدين بالهم. وفعلا بيعرفوا يهربوها بمنتهى السهوله. وبيقول له يلا اطلع علشان ايه نرجع بيوتنا. نلاقي جاكسون بقى بتكون في منتهى الزعل خالص لان العربيات عرفت تعدي وتدخل على الجنوب على الطريق السريع وهي ما عملتش اي حاجه. وبنعرف انها كانت بتحاول اللي هي تتبعهم عن طريق اللي هو تحديد المكان، لكن برضه ما فيش اي حاجه. بيقول لها انت فشلتي في كل حاجه، انت على طول بتفشلي، انا مش عارف انت هتنجحي امتى، انت ليه بتعملي كده؟ بتقول له اعمل لك ايه؟ انا فضلت اطاردهم ومفيش اي هدف، في حاجه غلط بتحصل، يا اما حد من عندنا بنقول لهم الاخبار. بيقول لها خلي بالك انت اللي بتقولي ده غلط جدا وباين كده ان انت فيك حاجه غلط النهارده. بتقول له انا مفيش حاجه غلط، انا كل حاجه بتحصل لي عكس، لازم تعرف ايه الحل. قال لها مفيش حل، الحل الوحيد اللي انت تعدلي من نفسك وتعرفي تجيبي الناس دي، غير كده يا لا. وبيحاول يهون عليها وهي بتقول له انا كل حاجه ضايعه مني، انا مش عارف اعمل اي حاجه بس انا هحاول. وبنعرف ان المحققه دي كان جوزها برضو كان بيحاول ان هو يطارد المعالم ماكسيما، لكن للاسف بيكون مات. وبيقول لها مش عايزك تحطي اخطاء الماضي والاخطاء الحاضر، لازم ان انت تجيبهم باي طريقه. وبيزعق لها وعلى طول بيمشي. وبتقول له خلاص انا هعمل اللي انت عايزه لكن واحده واحده عليا. قال لها لازم ان انت تخلصي حكايتك اوام، يا كده يا اما اللي هيحصل لك قدام مش هيبقى حلو ليكي خالص، انا قلت لك اهو. وبنلاقي بعد كده ميجان بيتكلم سيد ماكسيمان وبيقول لها في عمليه تانية عايزك تهربيها، لكن قبل كده لازم ان انت تجيلي، يا كده يا هقتل كل اللي حواليكي، انا عايزك هنا في البيت عندي ماليش دعوه، انا بقول لك اهو مش مجرد شغل وخلاص. وكده هو اعلى، يا اما تروح له البيت يا اما يخلص عليها، يعني هي لازم تختار. وحطها بين موقفين وهي بتكون مبلمه جدا. ايه الراجل الهزء ده يعني كل ده وعايز دي؟ وبعد كده ميجان بتحاول تروح لحبيبها وبتقول له لازم نلاقي حل لان هو دلوقتي كلمني في التليفون وهددني، قال لي يا كده يا اما خلاص. قال لها خلاص هنحاول ان احنا نلاقي حل انا وانت باي طريقه وباي طريق. قال لها لازم ان كده ممكن يحصل حاجه غلط، ده بيهددني باصحابي وكل اللي انا اعرفهم، معنى كده ان هو بيراقبني في كل مكان. قال لها ما تخافيش هنحاول نوصل لاي حل مهما كلف الامر، هي كلها مرحله وقت. وانا عارف ان هو الحوار معقد لكن كده كده هتمشي وهنحاول ان احنا نمشيها مع بعض. وبنلاقي الراجل ده قاعد كده وبيقول لها ايه ده مو جاكسون. جاكسون جات له وقالت له انا عايز احقق دلوقتي في حوار ماغن ده. قال لها مفيش اي حاجه اقدر اديها لك. قالت له لا انت عندك كتير وعارف حوارات كتير، خلص قبل ما ماكسيمن يخلص عليكم كلكم. قال لها انا مش هعترف على حاجه وكده كده انت عارفه وانا عندي ملف عندكم وعارفين انا قد ايه عنيد، فكده كده اللي انت عايزاه مش هيحصل وهتفضل تهرب في حاجات وانت كده كده مش هتعرفي توصلي لها. قالت له اه يعني هي البنت دي؟ قال لها اه ولو عرفت توصلي لها تبقى تقابليني، كده كده مرحله وقت وهعمل العمليه الثالثه وهتعدي بيها وهتكون غيظاكوا كمان. قالت له ماشي. قالت له يبقى نتراهن على كده. قال لها نتراهن بس على فكره املك ضعيف جدا 0% حتى. بعد كده بنلاقي جاكسون بتروح للراجل اللي كانت بتعمل معاه اعلان وبتحاول ان هي تتكلم معاه وبيقول لها البت دي لبط جدا، انا حاولت ان انا اعمل معاها كل حاجه بس ما جاتش وكانت قلبتني وبعد ما قلبتني حطت الفلوس وبعد ما حطت الفلوس اكتشفت انها مزوره واخدت هي الحقيقيه. قلت له اه دي جامده جدا بقى على كده، ما اللي انت بتعمله في الخلق وبتركب معاه علشان تبدا تحقق معاه اكتر واكتر وتعرف الحوارات الاكتر واكتر اللي هي مغم بتعملها. وبيحاول اللي هو يقول لها
نحلك علشان تعرفي تحققي معاها انك تقربي منها وتصاحبيها. قالت له يعني ايه يعني اصاحبها ازاي دي يعني؟ قال لها يعني تقربي منها اللي انت تتكلمي معاها. وفعلا بتركن معاها العربيه بتتكلم معاها وبتقول لها انا عايز اكلمك في مطعم قريب منك لان الوقت كمان بيعدي منك انت اكتر مني. وفعلا هي بتوافق عليها ميرا لان حسيتها اللي هي بتتكلم وان قلبها عليها، خاصه ان الراجل بدا يهددها وبعت لها التهديد يا كده يا كده. وهما الاتنين مع بعض وهما بيشربوا القهوه مع بعض بتقول لها تيجي نشرب قهوه في حته بعيده اقول لك نكته لطيفه. قالت لها انت ايه ده انت جايه تهزري بقى؟ قالت لها لا مش بهزر. الماكسيمان قال عرض عليك عرض يا اما تروحي هناك في الفيلا يا اما هيخلص عليكي بعد العمليه الثالثه، فانت حلك ايه؟ اللي انت تسلمه لنا وكده كده اللي انا ممكن اطلعك من كل القواضي اللي انت شايفاها دي بمنتهى السهوله من غير ما تاخدي اي وقت. ايه رايك في العرض ده؟ ممكن العرض ده يجي معاكي ولو انت حابه كده. قالت لها ماشي. قالت لها كمان في حاجه تانية لازم ان انا كمان اراقبك في كل حته وانت رايحه فين وجايه منين. قالت لها على فكره انا اعرف اخلص اموري على فكره واسلكها بسهوله، لكن انا عايز اتعاون معاكي لان انا عايز اوصل لماكسيمم باي طريق لان هو خلص على جوزي علشان كده عايز انتقم، ولو انت توقفي في طريقي هنتقم منك انت كمان. فانت عندك اختيارات يا اما تتعاوني معاه وهتعملي عمليه ثالثه وهيقتلك يا اما لا. وبتروح للراجل الكباره ده وبتحكي له الحوار. قال لها انت هربي بره المدينه بدل ما يجيبوكي ويخلصوا عليكي، ده الحل اللي انا اقدر اقوله لك، وخدي معاكي حبيبك وكمان اخوكي واهربوا كلكم بره المدينه، كده كده هو مش عارفنا ولا هيعمل حاجه معانا. قلت له خلاص بحبك يا كباره. قال لها وانا كمان. وفهم بيطاردوا بتبقى في عمليه مطارده كده كبيره لان هم بيعرفوا انها هي بدات بتهرب، وفعلا بيحاولوا يطاردوها وبتقول له خلي بالك هم ورانا. وعلى فكره بيفضلوا يضربوا عليهم حبه نار لكن بيعرفوا اللي هم يزوغوا منهم. وبعد ما بتهرب من الحراميه هوب بتلاقي المعلمه دي قدامها ولكن بتكون في حاله من اليأس. بتقول لها اقفي هنا بقى قدامي كده علشان انا خلاص جبت اخري منك. وهي فعلا بتنزل عربيه وبتفضل بصلها كده بصات غريبه او بدأوا يتكلموا مع بعض وبتقول لها انا قلت لك ما تهربيش وحطي الجهاز عندك علشان اعرف انت رايحه فين وجايه منين، معنى كده ان انت خنتيني وكنت عايزه تعملي العمليه الثالثه وتحطيني في موقف مش حلو، كده كده خلاص انا مضطر اخلص عليكي انت وبعد كده مش عارفه اعمل ايه. قالت لها خلي بالك انا اقدر اديكي كل حاجه عم ماكسيمان عملها في حياته وتقدري تدينه القانون وكمان تاخدي ترقيه وكمان اللي انت تنتقمي من جوزك. بدات تلعب في دماغها وبدات اللي هي تحاول اللي هي تقبل العرض اللي هي بتعرضه. قالت لها انا معايا كل حاجه تدينه، ايه رايك هديكي كل حاجه بس تسيبينا ونمشي بره البلد. وبتفضل قاعده في الارض كده لانها بتكون بين نارين انها هتخلص على ماكسيمان وبرضه عايزه تسلمها. قالت لها خلاص اديني الورق اللي هي تدينه وانا هعمل كل اللي انا اقدر اعمل عليه. قالت لها طيب انا هديكي كل الورق وكل حاجه. وبتفتح الشنطه وبترمي لها كل حاجه فعلا بتدين ماكسيمان وبتقول لها ده دلوقتي تقدري تاخدي انتقام من جوزك وكمان تاخدي ترقيه وكمان معاهم في بوصه كل حاجه هو مخزنها في المخزن بتاعه. بتسلمي كل حاجه ماكسيمان وبعد كده بياخدوا بعضيهم وبيمشي. وبتقول لها انا حاولت ان انا اساعدك كتير لكن انت برضو كنت عنيده بس انا برضو عندي الجميل وتبقي تعدي الجمايل. وفعلا بتديها كل حاجه وكده احنا عرفنا هي عملت ايه معاه وكده احنا بنعرف برضو انها سلمت لها ماكسيمان الراجل الكبير. كان معكم زي خلف الله، اعمل لايك واشتراك للقناه واشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.